وعلى وضوح الصورة وبساطة المشهد، إلا أن هنالك ما يتطلب الحديث عن صمود الأطفال والنساء والشيوخ في وجه الغزاة المعتدين. ففي الوقت الذي وقف فيه هذا الطفل بين يدي الله في مشهد تعبدي مهيب، كانت اليابسة من مدينته تحترق تحت نيران قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. كانت ساعة ذاك أقدام الطغاة تدنس مديرية خور مكسر وكريتر والمعلى، وتتقدم بسرعة مجنونة صوب مديرية التواهي. حين ذاك ران اليأس القلوب، وسكن الخذلان كل الزوايا والأمكنة، إلا من محارب قديم انتصب كطود شامخ عند مدخل مديرية التواهي، ينتظر بفارغ الصبر الغزاة، ولسان حاله يقول: لن يدخلوها إلا على رؤوسنا. وذلكم هو اللواء الركن علي ناصر هادي، الجبل الذي تكسرت عند أقدامه أحلام الغزاة، وحال ما بينهم وبين مديرية التواهي لشهر كامل. رسالتنا شعب الجنوب أن إذا هم رجال يخرجوا بميدان، والنهض قلنا لكم أمس فرويهم مرة، واليوم أنا عمليا نفذه، والآن ما علينا فرق قدامكم في الميدان وبين التالي. في 25 من مارس سقط مطار عدن بيد الميليشيات الانقلابية، وفي 3 من إبريل كانوا قد وصلوا دار الرئاسة في معاشيق، وانتشروا عقب ذلك في أرجاء المدينة كما ينتشر المرض الخبيث في جسد الإنسان. هنا تداعى قرابة 20 ضابطا جنوبيا إلى منزل اللواء علي ناصر هادي، وطلبوا منه تولي قيادة المعركة التي ستبدأ للتو وستسقي المعتدين حمم الموت. ومع كبر سنه إلا أنه قبل بتحمل المسؤولية التاريخية، وانطلق يسابق الشباب إلى ساحات الوغى. من هذا الموقع انطلق كقائد منطقة بدون تعيين إنسان. عيناه نحن كأخوان، قلنا لابد مثلنا ونقود وحملنا وأنفنا لها، ومن ثم خرج من هذا المكان إلى محافظة عدن، أي أمن عدن. فمن هناك مثلنا تحرك إلى التواهي ومسك، وبعد فترة من الزمن يمكن شهر أو نصف شهر مثلنا عين علينا، ثم مثلنا قائد منطقة وهو عين نفسه بنفسه. فأنا صرت شخصية غير عادية، أنا صرت إنسان مثلنا هناك شخص يعرف الله أولا، إنسان متواضع، إنسان مثلنا ما عنده هناك كبرياء، إنسان وطني. وبعد أيام معدودات من توليه قيادة المعارك، هاتفه الرئيس عبد الرب منصور هادي، ودار بينهما حديث ودي انتهى بخبر تعيينه قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة. فعلم الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله بعد 10 أيام أو أسبوع أن الذي يقود المعركة في عدن هو اللواء الركن علي ناصر هادي. فاتصل به وقال: علمت أنك تقود المعركة في عدن؟ قال: نعم يا أخي الرئيس. قال: بس أنا عندي خبر أنك طريح الفراش. قال: طريح الفراش؟ قال: يا أخي الرئيس، والذين هم على رجيلهم لحقوا وخرجوا من عدن كلها. ومع قرار التعيين جاءت أولى قطرات الدعم الخليجي التي هطلت على شكل صناديق معبأة بالسلاح والذخائر، وبدا اللواء مبتهجا وهو يشرف على توزيع السلاح ويرسله إلى كل جبهات القتال. الآن نحن متواجدين حيث نزل الإنزال المظلي من قبل الأخوة في التحالف، ونحن لا نستطيع أن نشكرهم، ولكن جزاهم الله خيرا عنا، ونحن متأكدين أننا بإذن الله سننصر، بإذن الله سننصر، يا نصر يا موت. هنا في حجيف مدخل مدينة التواهي كان الوضع مختلف. هنا تلقى الحوثيون الصفعة الأولى بيد اللواء علي ناصر هادي. هنا انكسروا وخارت قواهم، وهم يواجهون أشبالا خرجوا للتو إلى ساحات الوغى دفاعا عن الأرض والعرض، ومن خلفهم كان يقف اللواء علي ناصر هادي كأسد هصور بعينين لا تهابان الموت ما دام في سبيل الوطن. يقول أحد الشباب إن ذلك المحارب القديم
لم يكن لهم القائد الذي يوجههم كسهام إلى أعماق المعركة تارة ويسحبهم إلى أطرافها تارة أخرى، بل أنه الطاقة المعنوية التي تحركهم وتشحنهم بالشجاعة والاستبسال. قلت له يا عم علي، إذا كان حصل اعتداء على عدن قبل ما يدخل الحوثيين إيش اللي نفعله؟ إيش اللي الوضع كان مخربط. قال إحنا عندنا بندافع عن أرضنا وعرضنا ومالنا وبندافع عن كل شيء، يعني يا حياة يا نصر، يا موت يا نصر. يعني سأل على المنطقة، كان يقول فين القيادات فين كذا، الدنيا خاوية على عروشها، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي شيء. يعني الشباب وقفوا معه وكل حاجة والناس وقفوا معه وتقدم المنطقة. يعني فضل الله ثم فضله. تمام. لو كان مش الشهيد علي ناصر هذه وقف في التواهي، أنت عارف كم أخر الحوثيين في منطقة التواهي. لو كان ما وقفش في هذه المنطقة الحوثيين بيطبقوا عدن كامل. لشهر كامل ظلت جبهة حجيف مشتعلة وصامدة في وجه الغزاة، وقد قدم الأبطال بقيادة اللواء علي ناصر هادي أروع الملاحم البطولية، مكبدين الحوثيين خسائر كبيرة في الرجال والسلاح والعتاد. كان اللواء علي ناصر هادي في كل مكان، فعوضا عن كونه قائدا للمعارك تحمل أيضا مسؤولية إجلاء المواطنين من مناطق الاشتباك. كان إنسانا بكل ما للكلمة من معنى، وهو يربط على ظهر هذا ويهدئ من روع ذاك، وبابتسامة أبوية صادقة يودعهم ويعدهم بأن عدن ستعود كما كانت ولن يدنسها الغاصب المعتدين. عدن كما ما كانت ما ترجع ان شاء الله ان شاء الله ما ان شاء الله افضل ان شاء الله. انتم روحوا تأمنوا نفوسكم وربنا يعافيكم ونحن هنا في الوسائل ان شاء الله. خلف سور بيت متواضع يختفي اللواء علي ناصر هادي. لقد كان في مهمة إفراح طفل بشيء من المال، وفي المشفى تراه مع الجرحى على ذات الوتيرة من السخاء والكرم، وبلغة صادقة خجولة يعتذر عن شح الإمكانيات. كم هذا الرجل بسيط ومتواضع وبشوش وصاحب دعابة، يظهر ذلك بوضوح في كل المشاهد التي وثقت بعضا من لحظاته في أيامه الأخيرة. في هذه الصورة يظهر مع الإعلامي ردفان دبيس، وهو يشكر الإعلاميين الذين وثقوا بالصوت والصورة للجرائم الحوثية في عدن، وكانوا مع المقاومة في خطوط النار. وبعد خلاص احنا هم يا قتلونا يا قتلناهم، ولا نسمح لابوهم الكلاب ولا يدخلون، ولن الا على رؤوسنا ابدا. الله اكبر، الله على راس عم هذا. اثناء تحمله للمسؤوليه الكبيره اثناء الحرب واثناء الغزو الميليشيات في عدن لا توجد لديه اي امكانيات، لكنه تحمل الصعاب وكان صادقا مع الجماهير وكان صادقا مع النفس. كان يقاتل الى جانب الشباب، كان لا يعرف التعب، لا يعرف الملل، كان يخاف على كل من كانوا حواليه، وكان هدفه الأول والأخير هو تطهير عدن من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. كان اللواء شعلة متقدة بالنشاط والحماس والأمل، وفي آخر ظهور له كان مع الأستاذ نايف البكري ومحافظ محافظة أبين ومدير أمن عدن السابق وعدد من القيادات في ميناء الحاويات. كان عائدا من البريقة إلى التواهي بحرا، وليس من طريق آخر غير البحر، بعد أن طوق الحوثيون التواهي من كل حدب وصوب. وبدا اللواء كما لو أنه يودع أصحابه وإلى الأبد. كان أول دعم لنا نزول المظلات هذه، وكان بيننا ويتكلم كلام يعني قائد، كلام والد، كلام يعني أخوي. وعندما وصلت المعونات كانوا مجموعة من الأخوة المتواجدين في ساحة الفتح القوات الخاصة، وقال الآن شوف القوات التحالف كثر الله خيرهم ويطول في عمرهم، الآن بيشوفوا مننا مهرة وكلام. وكانوا الشباب بجنبنا فرحانين ومبتسمين،
وهذا الشخص يتحرك معنا كأنه وليس قائد، كأنه فرد من أفراد المقاومة في كل الجبهات، في حقيقة، في الباروس، في القلاع. لن يدخلوها إلا على رؤوسنا، هكذا أطلقها وظل يرددها في أكثر من مرة وفي غير موقع ومناسبة، وهكذا سمعناها وحفظناها وسنقولها لله وللتاريخ والأجيال القادمة. وبالفعل لم تسقط مديرية التواهي إلا بعد أن سقط اللواء الركن علي ناصر هادي شهيدا برصاص قناص حوثي عفاشي جبان. كان ذلك في 6 مايو 2015. الشهيد علي ناصر هادي كان يقول: احنا سوف نقاتل ضد الغزاة الذين يغزون أرضنا، يا نصر يا شهادة. إن استشهدنا سوف يقاتلون بعدنا أولادنا، وإن استشهدوا أولادنا سوف يقاتلون بعدنا أحفادنا. فصدق في كلمته واستشهد، وأصطابوا أكثر من 5. سند علي ناصر هادي، فتحي علي ناصر هادي، علي سالم علي ناصر هادي ابن أخوي، أسامة الحوزة علي الوعيل ابن كريمتي، علي أحمد ناصر هادي ابن عمي، 5. بعد ساعات من سقوط اللواء علي ناصر هادي شهيدا، سقط جبل العين ورأس مربط، وسقطت التواهي نفسها. لقد كان اللواء علي ناصر هادي جبلا لا يقل أهمية عن الجبال التي حمت التواهي قرابة شهر كامل. كم كان ذلك اليوم حزينا وشديد الكآبة، وعدا تتلقى 3 ضربات موجعة وقاسمة للظهر. الأولى استشهاد اللواء علي ناصر هادي وتشييع جثمانه إلى مقبرة أبو حربة، والثانية سقوط التواهي، والثالثة استشهاد قرابة 70 مواطنا عدنيا بقذيفة حوثية سقطت على رؤوس النازحين في رصيف السياح. للواء علي ناصر هادي 43 حفيدا أورثهم تاريخا نضاليا ناصع البياض، وأوسمة وشهادات وصور جمعته بعدد من القيادات العسكرية الكبيرة، منهم الرئيس هادي، وصورة أخرى جمعته بالرئيس الليبي معمر القذافي والشهيد سالم قطن. وله في هذه المخطوطة التاريخية قصة نضال مع الشهيد علي أحمد ناصر عنتر. تاريخه أمامكم من أوسمة، من شهايد سواء يمنية أو خارجية أو من المملكة العربية السعودية، سواء زملاء دراسة مثل الأخ عبد الرب منصور، الرئيس عبد الرب منصور هذه حفظه الله، الذي درس وياه في بريطانيا في الستينات، ومثل الأخ سالم علي قطن، الشهيد سالم علي قطن رحمه الله، والأخ العميد ناصر علي نوبة. هذا هو مكتب المتواضع حق الشهيد علي ناصر هادي الذي أتيت إليه. فأرجو من سيادتكم الكريمة أن توصلوا هذه الأشياء، فهي مهمة جدا. ربما لا يعرف الكثيرون أن الشهيد الأشوس علي ناصر هادي ما يزال مديونا وعليه قرابة 350 ألف ريال سعودي، إلى جانب 9 ملايين ريال يمني كان قد اشترى بها أسلحة وذخائر خلال فترة الحرب. استشهد عمك علي ناصر هادي وعنده 350 ألف ريال سعودي و9 مليون ريال يمني، زايد سيارة وليد أحمد محمد المغيلب هيلوكس 2014. استشهد عمك علي وعنده 2 سيارات حقه ملك خاص. استلمنا من الأخ البحاح 5 مليون، ومن الأخ الرئيس 10 مليون الذي سددنا بها بعض الديون الذي موجودة على الشهيد. احنا ما تكلمنا ولا هذا ولا شيء، ولكن أنت الآن جريتني إلى هذا الحديث ولا نشترك فيه، ولكن نحن نقول أنا أبونا وإحنا دخلنا على دين وأرض وعرض، لا حب ولا طمع. ولكن ما زال ما أجي السؤال منكم، فعليكم أن تعلموا أن الشهيد علي ناصر هادي لم يستلم سوى 95 ألف ريال سعودي من بداية الحرب إلى نهايتها. لن يدخلوها إلا على رؤوسنا، ولن إلا على رؤوسنا أبدا. الله أكبر، الله أكبر. على رأس عمك. لم تكن كلمة عادية أو جملة عابرة، بل كانت عهدا صادقا ووعدا ناجزا لبطل جنوبي من طراز نادر. إنه أبو الشهداء الشهيد اللواء الركن علي ناصر هادي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.